ريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم جميعا، وفي حلقة جديدة من ازرع واحصد من بلكونتك. انا الطماطم اهي طلعت، دي اللي كنا زارعينها مع بعض. دي زرع الطماطم، بس حبيت اوريها لكم دي بيبقى حصادها ازاي. دي مثلا اهي، دي كانت زرع الطماطم اللي هي بتطلع الطماطم الصفراء، عارفينها اللي هي الشيري طماطم الصفراء دي، او الطماطم الصغيره الصفراء المسكره الحلوه دي. فازاي دي بقى، هي دي طلعت اهي، يعني دي جاهزه للاكل، دي ما استناش عليها لان احنا مش راشين كيماويات. دي هقطعها كده اهو. الخضره طبعا لسه فوق ما شاء الله مطلعه اخضر كتير، بيطلع اهو. يعني لسه ما اصفرش ما استواش، ده هنسيبه زي ما هو. مطلعه ما شاء الله كتير، يعني بصوا الشجره الواحده بتطلع كتير. وعلى فكره الطماطم دي غاليه والله، بتتباع غاليه يعني. شوفوا ما شاء الله الشجره الواحده بتطلع قد ايه، وانا وريتكم طريقتها. وحاجه كمان، عندك قشر، لان الطماطم بتحب الفيتامينات. انا هروح لكم على الشجره اللي هي مطلعه الاحمر، الطماطم الحمراء، بس عايزه اقول حاجات مهمه، ملحوظات مهمه. انا عندي قشر موز، هي بتحب الفيتامينات، او ده كان قشر موز، او حاطاه كده اهو على التربه على الوش كده قشر موز. كان عندي قشر جزر، عشان هي بتحب الفيتامينات. قطع قشر الجزر تحطيه كده فوق التربه، من فوق التربه كده. التربه دي اصلا كائن حي سبحان الله، بيتنفس وبيتغذى وبياكل. هي هتمصه التربه، هي هتاكله. يعني احنا بنقول عليها هتاكله، يعني هي هتمتصه وبتتغذى بيه خلاص. فطبعا دي خلاص كده حصادها، هي خلاص اصفرت يعني. دي هقطعها كده اهو اهي، وتتاكل اهي. قطعتها وتتاكل لان دي خلاص جاهزه. ليه بقى يا منى دي ما ينفعش اسيبها؟ لان انا دي ما ينفعش اسيبها، لان انا لو سبتها بتبوظ يعني. خلاص هي كده دي على الحصاد على الاكل على طول. ليه بتبوظ؟ لان احنا مش راشين كيماوي عشان تفضل محفوظه في الشجره، ان انا استنى احصد لما كل الشجره تطلع. فالاخضر ده لا، لسه هخليه زي ما هو اهو. كل الاخضر اللي طالع اهو، بصوا ما شاء الله بتطلع كتير يعني. اهو هنا طماطم اهي، فالاخضر خليه. وهنا برضو فوق الاخضر هخليه زي ما هو. دي ناكلها بالهنا والشفا، بتبقى مسكره زي السكر بجد يعني، احلى كمان من بره. نروح بقى على الحمراء. فاللي انا اقصده ان اول ما من الطماطم لو كنت زرعها الصفراء اصفرت، اقطفي وكلي بالهنا والشفا على طول، ما تستنيش، علشان احنا مش حاطين كيماوي ان احنا نستنى الشجره كلها تطلع. طب نطلع بقى نروح على التانية بقى. التانية اهي، التانية دي الحمراء اللي هي الشيري طماطم الحمراء. احنا ليه كنا عاملين ازايز كده قلبينها وفاتحينها؟ ان احنا كنا مسافرين في مصيف، فعشان هي تتروي نفسها بازايز كده، ازازه كده بتمليها ميه وبتقلبيها، وبتبقى فيها غطا وبتفتحيها نص كده. برضو ده برضو ملحوظه عشان اللي مسافر مصيف ولا حاجه والزرع ما يجرالوش حاجه. وهي الازازه بتفضل تنقط والتربه عادي بتشرب منها. اهي دي الطماطم اللي هي الشيري طماطم الحمراء دي برضو اهي. ودي لسه، دي مش هقدر اقطفها، لكن دي انا هقطفها. لان خلاص هي كده جاهزه على الاكل. ندي الاول الصفرة دي، خدي اتفضلي يا ساره، اهي دي الصفرة هما مستنيين ياكلوها. طيب ودي اهي برضو، دي هقطفها على طول خلاص. دي بتقول يلا مستعديه ناكلها بالهنا والشفا، لكن الخضره لا. فاول ما الطماطمايه تطلع وتحمر تاخدوها تاكلوها ايه بالهنا والشفا. ما تستنيش عليها كتير لما تقولي كل الشجره تطلع، يعني كل ما الاخضر يحمر. ليه؟ لان احنا مش راشين كيماوي، فعشان اللي هي استوت دي الحمرا دي ما تبص. تمام، ادي الملحوظه. وطبعا زي ما انا بقول لكم بتحب الفيتامينات، اديها قشر موز فوق التربه هنا كده. هنقطف بقى الحمرا دي كده اهي، هنقطفها علشان خلاص هي كده جاهزه للاكل. اتفضلي يا جنه اهي، وطعمها ايه زي العسل. خدي يا ساره دي اهي، نقطف برضو دي اهي معاكم اهي اهي. يعني اول لما كده خلاص احمرت نقطه، فبتطلع على طول ما شاء الله وسبحان الله بجد، يعني بتطلع على طول. الخضر دول لا هنسيبهم، والشجره الكبيره طبعا اللي هناك اللي بتطلع الصفرة هناخد اللي طلع استوى وناكله، والباقي هو ايه هيستوي يعني. وبعدين هنقدر ان احنا ايه ناخده. وان شاء الله انا قلت كده كل ملحوظاتها. لو في اسئله تانية برضو ابعتولي. جاي ان شاء الله على خير، وفي احصد وازرع من بلكونتك، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.